تطبيق تيكي. لو عايز تعرف ازاي تطبيق زي تيكي بتخش بتلاقي احلام كوثر و الى اخره. اقول لك ان التطبيقات دي كلها قايمه على تطبيقات القروض الشخصيه من الموبايل. بتخلي البنت من دول تقدم على قرض من الموبايل. بنقول لها اديني صلاحيه الدخول على الصور والفيديوهات بتاعت حضرتك وجهات الاتصال بتاعتك، وبعد كده ممكن لو هي بنت كويسه او حلوه او عندها حاجات كويسه ممكن نديها قرض. ترد ما تردوش مش فارقه معانا. ولو هي مش قد كده فخدنا البيانات نقدر نحطها بقى، نحط الصور دي الصورة دي الصورة دي. طبعا انت لما تخش على اي محادثة من المحادثات فهو بيبقى المحادثة البدائية ان هي شات، تتكلم معاها شات. طبعا الشات تقول لها ابعتيلي صورتك، طبعا تدفع فلوس اشتراك طبعا عشان تبعت لك صورتها. الصور حضرتك يعني او المحادثه دي بتبقى واحده تانية هي اللي بتتكلم، وانت طبعا مش هتقدر تميز ان دي صوره اللي بتتكلم او مش بتتكلم او واحده غيرها. فانت ابعتي لي صورتك، حاضر ابعت لك صورتي. ابعتي لي فيديو وانت قاعده في البيت، هتبعت لك فيديو وهي قاعده في البيت. برامج كلها وساخه ومسروق بياناتهم من تطبيقات القروض الشخصية اللي البنات بتقدم فيها بمنتهى السهولة، وتخلي أي حد يخش على موبايلها ويطلع على صورها وفيديوهاتها وكل بياناتها الشخصية، وياخدهم يسحبهم عنده عشان يديكي كارد ب200 جنيه أو 300 جنيه. التطبيق ده محمله أكتر من 100,000 واحد، كل همه إنه يكلم أي واحدة، إن هو يدفع اشتراك عشان يكلم أي واحدة من الموجودين على التطبيقات دي. كلها قذارة ووساخة. تقدر تعرف كل تعليقات الناس السلبية عشان تعرف ان هما بيتنصب عليهم وبيتسرقوا من طريق تطبيق تاكي او مونا او دونا او كل تطبيقات المحادثات الزبالة اللي موجودة على البلاي ستور. لو ما كنتش تعرف قبل كده وعرفت مني، شير ولايك وحذر غيرك.